السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنطبخ صينية بطاطس بطعم مختلف، ونقول بسم الله ونشوح بصلاية كده ومعاهم معلقة من التوم، وننزل عليهم بالصلصة بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين احنا حضرنا البطاطس وقطعناها مكعبات وحمرناها، هننزل في الصلصة بتاعتنا. بس قبل ما ننزل في الصلصة هناخد حبة صلصة كده على جنب، هنكون سلقنا الفراخ بتاعتنا، هنرش الصلصة بتاعتنا كده فوق الفراخ المسلوقة اللي احنا سلقناها، وهنحطها تحت الشواية تاخد لون. وعقبال ما الأكل يستوي بتاعنا هنكون حضرنا حبة رز بالشعرية، حبة سلطة جميلة كده، كل أنواع الخضار اللي موجود عندك، جزر، طماطم، فلفل، خضرة قطعيه كده ورش عليه عصرة ليمونة وملح وفلفل أسود ورشة من الخل، وقلبيهم كده هتديكي أحلى سلطة مع الأكلة دي. إن شاء الله الأكلة دي مظلومة معانا، مش بنعملها كتير، بس إن شاء الله جربيها بالطريقة دي هتعجبكم إن شاء الله. وزي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا أخدت لون تحت الشواية، وزيناها كده بحبة خضرة أو حبة بقدونس اللي موجود عندك، وطعمها جميل وما أخدتش مننا وقت. وطبعا احنا سلقناها عشان نستعمل الشوربة بتاعتنا للرز بالشعرية. طبعا الرز بالشعرية بشوربة الفراخ بطعم الرز بتاعنا، ومفيش أحلى من الأكلة دي. ويلا كده، لو عجبك فطار النهاردة ما تنسنيش كده باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة.